اللقاء كان مهم جدا، كان هادف، كانت فيه نقاشات حاده فيها استحضرنا فيها مصلحه الرجاء، ووضعنا لهم الخطوط العريضه ديال المشروع ديالنا الانتخابي فيما يخص الانتخابات ديال يوم الاثنين، وكانت عده اسئله وكانت الاجوبه، وكانت مصلحه الرجاء محتضره في هذا البرنامج ككل. سعيد بالنسبه الجماهير والجماهير واحد الحلقه مهمه داخل فريق الرجاء، وحتى في لا بريزونطاسيون ديالنا راه خداو حيز كبير داخل المشروع ديالنا المستقبلي اللي غيكون سواء داخل الجمعيه او داخل الشركه، لان راه دائما تنقول بان الجمهور هو الحارس على مصلحه الرجاء، هو الحارس على العرين للفريق، هو المنخرطين اللي كيحافظوا على ويدافعوا على حقوق الرجاء سواء في اطار الجمعيه الرياضيه او في اطار الشركه الرياضيه. سي سعيد، حنا كنعرفوا على الامور واضحه، لانه هذا القانون بان الشركه غتبقى تهتم ما هو اماتور وتهتم بالمدرسه التكوين، وغنخلقوا في اطار هذيك الجمعيه عده مدارس ديال القرب في عده عملات، ومن بعد نحولهم على الصعيد الوطني، لان الرجاء الناس بزاف باغيين، ومن هذيك هاد لا كاتيجوري ديال هاد المدارس اللي غتكون فيها السن ديال ما بين 8 سنين 12 عام هي اللي تعطي لا دي ان الرجاء، وهاد الوليدات اللي كانوا مزيانين غيدوزوا لي زوت كاتيجوري اللي غيكونوا داخل الشركه، اللي غيتحولوا من لو فوت لوازير ولا لو فوت اماتور الى الفوت بروفيسيونيل اللي غيكون داخل الشركه، ويكون واحد تمازج ما بين الخدمه فيما يخص الشق الرياضي ما بين الجمعيه وما بين الشركه. وداخل الجمعيه كاين عده اوراش اللي غنفتحوها، لانه ما يمكنش بان الجمعيه، لان الجمعيه هي الاساس، حنا الجمعيه هي اللي خلقت الشركه والنقاش ديال الناس. وكاين فتحنا واحد النقاش اليوم في هذا المشروع بانه شنو الدور الجديد ديال الجمعيه، وعليه غنكونوا مع المنخرطين، وغنفتحوا بعض الاوراج ديال لي تيك توك ولا بعد لي كوميسيون ادوك اللي غتناقشوا في لو دوفونيغ ديال الجمعيه والدور ديال المنخرط. وحنا طلبنا في هذا الاجتماع بان ما جبنا المنخرطين، ما جبناهمش باش يتصنتوا لنا لهذا المشروع ونديوهم للجمع العام ديال النصاب ونوضعوهم كآلة ديال التصويت، ونقول لهم عطونا الشيك على بياض خلينا حنا نديروا الامور. حنا بالعكس، حنا بغينا هاد المنخرطين يكونوا بارتي برونونت معنا في هذا المشروع، يعني مواكبه معاهم، هما الكلمه الاولى والاخيره معاهم باش ننجحوا هذه العمليه، لان حنا كنا الهم ديالنا هو انجاح الشركه الرياضيه مع هذا المستثمر المؤسساتي، لان بلا هذا المشروع ديال الشركه والمشروع المؤسسي دائما غنطيحوا في ديك الحلقه ديال الانستابيليتي ديال المكاتب المسيره، ومتبعه بان النتائج الرياضيه ما كتتبعش. لذلك حان الوقت، لان اي مكسب كيدوز في تاريخ الرجاء بان الهم ديالو الاول والاخير هو ديك لا جيستيون ديال الحد، يعني الريزولتا ديال 3 بوين اللي غتخليك اما تستمر على الكرسي ولا كتمشي بحالات. هنا في هذا الاطار الاحترافي غنوليو تعطاتنا حتى فرصه باش ما نديروش مشروع على المدى القصير، بدات عندنا اون فيزيون المدى المتوسط والبعيد، لان غيكون استقرار داخل الشركه في اطار هو التسيير الاحترافي اللي غتوفر فيه الحكمه الجيده، غتوفر فيه الاداره ما فيهاش البينيفولا والتضحيه، غتكون في اداره محترفه، الناس غيتخلصوا كل شيء، غتكون الامور مضبوطه وغنعرفوا كيف في كوا، زائد السيوله الماليه. هاد النقاط كلها غتعطينا واحد المنتوج رياضي كبير اللي غنراجع فيه بانه غترجع للسكه الصحيحه ديالها وغتبدا تحصل في الالقاب. وعطينا الاخوان في هذا اللقاء بان قلنا احنا في دوله ديال المونديال، حكومه المونديال، في الدوله ديالنا فيها الاوراق كبيره والديناميه اللي تعطاتنا وهذه الفرصه تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله ناصر الله والرؤيه ديالو. في هذه الديناميكيه خصنا نكونوا حتى حنا حاضرين كراجل، ما نكونوش متفرجين، باش كنكونوا حاضرين غنواكبوا هذه الامور كلها في اطار احترافي. وتنقول لهم بان ملي كنقولوا الحكومه ديال المونديال غنوليو نقولوا الرجاء المونديال، وانا كل يقين ورفعت التحدي وعد مع المنخرطين بان توفرت لنا الظروف كلها بان غيكون منتوج رياضي، والرجاء غتحلق عاليا داخل السماء ديال افريقيا وتكون ترجع للعالميه، وكونوا على يقين بان غنديو الشامبيونز ليغ اللي ما غديناش من 1999
وغنلعبوا كاس العالم ديال الانديه النسخه الثانيه اللي غتكون في 2029 قبل كاس العالم اللي غتحتضنوا المغرب. الناس